هو في تمرينة الكيك باكس هو انهي افضل، التمرين بالدمبل ولا التمرين بالكيبل؟ وايه التفسير العلمي ورا الكلام ده؟ الاول في التحليل الحركي، فالتمرينتين بيعملوا حركه اسمها الالبو اكستنشن، يعني عمليه فرد الكوع بتاعي. طيب في نقل الاحمال ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ده عندي الفالكرم اللي هو المفصل، وده عندي اللاين اوف فورس. اللاين اوف فورس ده لو انا جيت سبت الدمبل كده اهو هيقع ازاي؟ فساعتها هو ده الخط اللي بيترسم، وطبعا المسافه هي المسافه العموديه ما بين الفالكرم وما بين اللاين اوف فورس، فهنا مفيش مسافه، فهنا التحميل على عضله التراي بيكون مش موجود. لكن كل ما بنبعد ايدينا لفوق 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 كل ما التحميل على التراي بيكون عالي، وده لان الموضوع كله له علاقه بالمسافه، هنا بتكون عاليه وهنا بتفضل تقل لحد لما بتتلاشى. لكن هنا في الكيبل المقاومه بتكون مستمره. يعني ايه؟ يعني وانا في نهايه المدى الحركي انا هنا حاسس بحمل وتاثير من الكيبل، وفي نفس الوقت في بدايه المدى الحركي انا ستيل لسه حاسس بمقاومه مستمره على عضله التراي. طب ده بيحصل ليه؟ لان هنا بكل بساطه اللاين اوف فورس هو مش زي الدمبل عايز يقع لتحت، هو هنا بيشدني